السلام عليكم. بنكمل كلامنا في الفيديو دوت، والمرة دي بقى عندنا مشكلة كتير مننا بيقع فيها، وهي الأحكام المسبقة، أو إن إحنا نعمل كده judgment سريع عن موقف معين. يعني مثلا دخلت الكلاس فلقيت المدرس مثلا يعني بيحاول يخلص بسرعة، شكله مش محضر قوي، فبالتالي بعد ما يخلص هنيجي بقى ماسكينه مبستفينه: انت شكلك ما كنتش محضر النهاردة، هو احنا عشان راجعين من ويك اند، احنا مش عارف ايه. محتاجين ان احنا دايما نسأل علشان خاطر to avoid any judgment ممكن يكون غير صحيح. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول له والله يا مستر احمد، يعني دايما كنت ببقى متعودة انك بتعمل باوربوينت في الدروس بتاعتك. هل المرة دي في حاجة معينة خلتك تفكر انك تحضر بشكل مختلف؟ انا عارفه ان انت ممكن تقولي اه هنقعد نلف اللفه دي كلها، ده احسن بكتير جدا بدل ما نعمل مشكله مع الناس وده ياثر علينا بعد كده وعليهم بالسلب. مفيش ده ان احنا ناذي حد ولا ان احنا يبقى ما بيننا وما بين الناس علاقه سلبيه يعني. فلما نقول له كده فهو ممكن يقول والله اصل انا ابني كان تعبان فما لحقتش ان انا احضر في الويك اند ده، انا كنت معاه في المستشفى. فنبتدي نكتشف ان في مشكله كانت عند الشخص، فبالتالي لما نتكلم معاه فيها نحس ان والله انا محتاجه ان انا ادي رد فعل تاني مختلف. لكن لو انا مثلا توقعت ان هو مش محضر باوربوينت عشان خاطر احنا هنخيب بقى ولا ايه، واتكلم معاه بشكل معين كده، فهو ممكن يقرر انه ما يشاركش معانا المشكلة دي، بس هيفضل دايما فاكر ان احنا اذيناه بشكل ما. فاحنا دايما نتعود ان احنا نسأل. فخلينا نكتب مع بعض النوت المرة دي كالعادة: احنا محتاجين to ask clarifying questions، او ان احنا to avoid prejudgment. ask clarifying questions. اوكي. طيب خلينا ناخد مع بعض نقطة كمان كده طول عليكم شوية. ان احنا ممكن مثلا، يعني اتكلمنا دلوقتي عن الاستماع، عن ان احنا نسأل أسئلة، واتكلمنا عن البادي لانجوج، واتكلمنا عن ان الاي كونتاكت. في حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي صوتك العالي دليل على ضعف موقفك. احنا يا جماعة ما بنعليش صوتنا على الناس لأي سبب، يعني مفيش أي داعي إن احنا نقف نزعق قصاد حد. فاللي احنا محتاجين نعمله لما نكون عايزين نتكلم مع حد بشكل حازم، احنا ممكن نتكلم بحزم شديد جدا، ولكن احنا ما بنرفعش صوتنا عشان ما حدش يفتكر ان احنا داخلين خناقة. يعني مثلا في حد معين اللي هو لا انا مش هسلم الحاجه في الديدلاين عشان انا ماليش مزاج اعمل الحاجه دي، فوالله يا استاذه منى، البوليسي دي مش انا اللي عاملاها، مش انا اللي حطاها، دي جايه من الهاير مانجمنت. فاي فيلير ان احنا to do this task on time، او ان احنا نعمل المهمه دي في الوقت المتفق عليه، ده هيكون ليه عواقب او consequences من المؤسسه. واكيد زي ما انت عارفه، وابتدي ان انا افكرها بالرولز زي بالظبط لما بنعمل مع الطلاب بتوعنا. في ناس احنا محتاجين نستخدم معاهم الحزم عشان خاطر الموضوع يبقى يعني قادرين نمشي الدنيا بشكل كويس. مش كل الناس هتشتغل عشان خاطر هي بتراعي ربنا واصلا عشان خاطر حرام، وعشان الفلوس اللي بناخدها تبقى حلال. مش كل الناس للأسف بتفكر بالشكل ده. فبالتالي ان انا محتاجة ان انا اكون بستخدم نبرة صوت ملائمة على حسب السياق، وانا I never yell، او ان انا بحاول إن على قد ما اقدر حتى لو انا طبيعة صوتي عالية حبتين، محتاجة ان انا في المواقف اللي فيها شد وجذب كده شوية ان انا اتأكد ان انا نبرة صوتي مش عالية قوي عشان محدش يفتكر ان انا بزعق له يعني. فخلينا نكتبها كده سوا: tone of voice، او الصوت بتاعك يكون عالي او مناسب للموقف اللي احنا بنتكلم فيه. طيب خلينا كده نوقف الفيديو ده ونشوف نقطة تانية في الفيديو اللي جاي. محتاجين ان احنا نعمل ايه يا بطبيط؟ محتاجين ان احنا نروح نعمل اشتراك على القناة عشان خاطر في فيديوهات كتير ان شاء الله جاية، فيجيلكم نوتيفيكيشن بيها. شكرا ليكم، كان معاكم في الفيديو ده أولى بسمة، ويلا اقعدوا بالعافية. السلام عليكم.